يا دكتور، هو أنا هافضل آخد الدوا ده طول عمري؟ السؤال ده كتير بيتسأل لي في العيادة. السؤال ده بيكون وراه يا إما خوف من فكرة الاعتمادية على الأدوية النفسية أو معتقد خاطئ إن الأمراض النفسية لا يمكن الشفاء منها. الحقيقة إن الهدف من العلاج الدوائي مش إنك تفضل عليه طول حياتك، الهدف هو إن جسمك وعقلك يوصلوا لحالة التوازن، وبعد كده نبدأ نقلل الجرعة أو نوقفها بشكل تدريجي لما حالتك تستقر. لكن المدة دي بتختلف من شخص للتاني على حسب نوع الاضطراب وعدد الانتكاسات واستجابة الجسم. أنا دايما بشبه الدواء النفسي بالجبيرة. الجبيرة بتساعد العظم إنه يلتئم وبعدين بتتشال، بس لازم تتشال في الوقت الصح وإلا العظم ممكن يتكسر تاني. العلاج الدوائي بيركز على إعادة التوازن لكيمياء المخ، والعلاج المعرفي السلوكي أو العلاج النفسي بشكل عام هو اللي بيكمل الصورة، لأنه بيعالج الطريقة اللي بتفكر بيها وبتتفاعل بيها مع الحياة. الاتنين سوا بيساعدوك تمسك زمام حياتك من جديد. هدفي كطبيب نفسي مش إنك تفضل تاخد الدواء، وإنما تعرف إمتى تقدر توقفه بأمان. العلاج مش نهاية، العلاج بداية إنك تقدر تلاقي نفسك من جديد. لو عندك أي أسئلة عن الأدوية النفسية بشكل عام تقدر تكتب لي في التعليقات.